هنا في هذه الأرض الممتدة على مدى البصر، والتي تبدو للوهلة الأولى كأنها قاحلة، لم يمر عليها بشر ولم تنبت فوقها نبتة خضراء طوال عمرها، لكنها تخفي تحت سطحها القريب ثروة تحتاج فقط لمن يملك الإرادة والعزيمة لاستخراجها. هنا اجتمعت عزيمتان قويتان من أجل تخضير هذه الأرض القاحلة واستخراج كنوزها المدفونة منذ الأزل. هنا رسم مشروع أمطار الإماراتي السوداني مشهدا قويا بالألوان الخضراء، معبرا عن قوة التعاون بين البلاد العربية. فالإمارات صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، والسودان سلة غذاء العالم ب200 مليون فدان من الأراضي الطينية الصالحة للزراعة، وحوض هائل للمياه في جوفه، ومواسم أمطار لا تتوقف، وأنهار ووديان كالشرايين في جسده العريض. هنا تم افتتاح مشروع أمطار الزراعي الإماراتي السوداني الممتد على مساحة 130 ألف فدان. تم في بدايتها استصلاح 20 ألف فدان بنسبة شراكة لجنان الإماراتية تبلغ 60% مقابل 40% لصالح السودان لزراعة الأعلاف الحيوانية وأنواع أخرى من المنتجات الزراعية التي يشتهر بها شمال السودان. مشروع أمطار العملاق حسب وصف المسؤولين السودانيين يمثل نموذجا للشراكة الناجحة بين الإمارات والسودان في المجال الزراعي ومجالات البنية التحتية التي طالما ساهم فيها أبناء زايد بالمال والدعم المتواصلين. أحدث التقنيات استخدمت لاستصلاح الأرض وزراعتها وفلاحتها، ولضمان كسب موارد المياه لصالح استدامة الأرض يستخدم المشروع الهائل نظاما للري المطري المحوري بتقنية مستحدثة أدخلتها شركة جنان إلى السودان، ومن أجل ذلك أقامت مصنعا للأنابيب بالمشروع لعملية الري وأغراض توصيل المياه. ولا تنتهي قصة مشروع أمطار بدون وصف قوة الميكنة الزراعية المستخدمة فيه، ابتداء من بذر البذور إلى قص النباتات غير المفيدة إلى عمليات الحصاد الآلية، ثم التعبئة في الحاويات البحرية، ثم النقل إلى ميناء بورت سودان في شرق السودان لتعبر محاصيله البحر العريض إلى موانئ الإمارات لتسهم في ضمان الأمن الغذائي هنا، ولتسجل نقطة بيضاء جديدة في صالح التعاون العربي.